الشيء يعني سبحان الله هيك يعني على القد جاي الموضوع، شيء مش منطقي ابدا ابدا ابدا. يعني اذا انتم بتصدقوا انه والله من كل هالعشر بنات او يلي هن البنات ثابت سبحان الله البنت الوحيده السنجل هو اللي ارتبط فيها ب 24 ساعه وضلوا مع بعض، ما بتفوت بالراس، في شيء مش صح، في شيء مش صح. بعدين يعني عمر اوكي يعني فيكم تحبوه او تكرهوه، بس يعني عمر شاب حلاوه يعني ما ناقصه شيء. ف فانه فانه مش دغري حتحط عينه على البنت السنجل هيك الوحيده السنجل يعني. ما السيناريو كله مش راكب براسي. ما بعرف انتم بتقتنعوا بهيدا الشيء او لا. فلهدول السببين انا شفت شخص مختلف تماما عن الشخص اللي اخذ فكره عنه باللايفات، وسبحان الله ارتبط بالبنت الوحيده اللي هي السنجل. يعني صدفه جدا نادره او معدومه اني صدقها، مستحيل صدقها. اوكي، فانا لهدول السببين من اول ما فات بعلاقه مع زكيه وانا بالنسبه لي علاقتهم فيك، علاقتهم فيك. كنت دائما اقول انه بتمنى فؤاد وآية يربحوا لانه اتليست ما عم شوف شيء توكسيك بيناتهم، وفؤاد يعني شخصيه لعوبه شوي، ولكن انه علاقتهم ما شفت منها يعني كانت احسن السيئين فيكم تقولوا بوجهه نظري. ف فبس هيك اوكي. هذا هو الجزء الاول من حديثنا، انه ليش انا كنت من الاساس بقول عن علاقتهم فيك. ادخل مع رحاب. انا مش حابب فوت مع حدا هلا، لانه الجزء الثاني هلا، الجزء الثاني من الحديث اللايفات يلي عم بتصير. النهار يلي زكية طلعت فيه لايف وقالت واعلنت انفصالها عن عمر، ثابت هيدا اليوم انا ما بعرف شو جابني على اللايف يعني، بس ثابت انا فتت مع سيف ورجعت بعدين زكية فاتت وانا صرت اتضحك مثل الاهبل وانا بعالم تاني كنت نهارتها. ف كنت انا بعدني حاضر اللايف تبع زكية. المهم زكية يعني كانت عم بتلطش تلطيش عمر وقلنا وقتها انا وسيف انه منصدق كلام زكية، انه كلام زكية يعني صعب يكذب. سارة ليش بتقولوا لي انا شبيه عمر؟ ليش؟ انا بشبهه؟ بيني صورته قدامي هون عم بحاول اطلع فيه وبحالي انه انا بشبهه، ما بعرف صراحة. يا ريت لو بشبهه بالجسم مش بالوجه، بس يلا شو بدنا نعمل. اوكي شكرا. اوكي لا مهدي روقوا شوي. اوكي روقوا خليني استرجع افكاري لانه بلشت تضيع الطاسة. ف فزكية قالت عنه امور، واهم شيء قالته زكية هو الاكزامبل اللي طرحته وقت راحت على المطار وعلقت بالمطار، وهو شو عمل؟ كان نايم وتركها. فهذا تصرف جدا سيء بوجهة نظري. وحتى سيف قال هذا الشيء كمان. بس انا قبل ما فوت بموضوع اللايفات هلا في بعد عندي جزئين بدي احكي فيهم. ثالث جزء هو اللايفات اللي صارت وحنحضرهم سوا وحنحللهم سوا، ولكن الجزء اللي قبل اللي بدي احكي فيه هيك هو القصص التصرفات من برا، كيف شفت تصرفات زكية وعمر. اوكي قبل ما نفوت بالتفاصيل، زكية هي نفس زكية اللي شفناها بالبرنامج. لما حدا يحاول يتعدى عليها دغري بتهجم، ما بتتردد، بدها تفضح بتفضح، ما عندها مشكلة. هيدي زكية هي هيك. هلا عن حق ولا عن باطل الله أعلم، ولكن بالبرنامج بأول نص البرنامج تهجمت بالباطل وبعدين هي ندمت واعترفت بهذا الشيء. هي شخصيتها هيك. هل هذا شيء منيح؟ ما ضروري شيء منيح. الإنسان الهجومي يعني الناس بتخاف منه لأنه ممكن يفضح أي شخص، صاحب أو مش صاحب، هذا مش موضوعنا. هلأ شو عملت زكية؟ طلعت حكيت عن تجربتها بالعلاقة. أوكي قالت أمور جدا خطيرة باللايف تبعها. فينا نحضر اللايف تبعها يلي صار من كم يوم قبل ما نكفي.
اما بالمقابل شو صار؟ انسوا زكية. عمر شو عمل؟ عمر شو عمل؟ انتوا اكتبوا لي بالشات عمر شو عمل. ما تحكوا بالتفاصيل، احكوا هيك من برا. اوكي انا عم بقرا تعليقاتكم، اكتبوا لي عمر شو عمل كتصرفات، مش ككلام طلع من لسانه. هجمها، دافع عن حاله، قال ما انفصلنا، فضح نفسه، رد فعل، لايف. اوكي حلوة هيدي كلمة لايف. حكي بشرفها، ما وقف حدا. اوكي هو عمل اكتر من شغلة. اول شغلة موضوع انه بالمطار راح نام وهي وعلقانة بالمطار. هذا الموضوع حنحكي فيه بعد شوي. ولكن غير هيك، اول ما اعلنت انفصالها شو عمل؟ طلع لايف مع سيف. شو يعني انه طلع لايف مع سيف؟ سيف بالنسبة لزكية، اكتر شخص بالنسبة لزكية انه هو سيف تهجم مع زكية. فهو ثيوريتيكلي عمر طلع مع عدوة لزكية. هذا اول شيء عمله. هلا طبعا سيف منه عدو زكية، بس بتنفهم بهالطريقة من وجهة نظر زكية انه عمر طلع مع عدوة. وبرجع بقول انه زكية سيف منه عدو زكية يعني ابدا. سيف يعني انسان قلبه طيب وما هدفه يتهجم مع حدا ابدا. ثانك يو على الورود سيف. عم نحكي عليك. فهو تصرفه انه طلع مع سيف، وبعد ما طلع مع سيف وجه تلطيشات عن زكية. يعني حد زكية بصورة مش حلوة، مع انه كان عم بيقول انه هي صاحبتي وما بسمح لك يا سيف تقول عنها كلام مش حلو، انه بتضلها اكستي. بس مع كل هيدا طلع كتير كلمات من عمر فيها تلطيش لزكية. وتصرف بالنسبة إلي ابدا مش بمحله انه يطلع مع سيف لايف. في يطلع مع سيف باي وقت، ولكن علما انه بعدها منفصلة عنه زكية طلع مع الشخص يلي هي ما كانت تحبه. هلا تصالحوا واعتذروا من بعض وبحبوا بعض وما في اي اشكال. هيك بتصور او هيك صار قدامي باللايف اتليست. ف فهذا هو تصرف عمر يلي عمله.